السلام عليكم. بهذا الفيديو نحكي عن الكرة السورية، عن مشاركة المنتخب تحت 23 عام بالبطولة الآسيوية، وعن الدور السوري وافتتاحيته والهوية البصرية، وبدنا نحكي عن دوري الآسيوية وأهميته للمنتخب السوري. لكن قبل ما أبلش وأحكي بتمنى من الكل يشترك بالقناة باليوتيوب وفعل خاصية الجرس، وعلى التيك توك تخفوا لنا إشارة الزائد وتعملوا لي إعادة نشر لهذا الفيديو فضلا وليس أمرا حتى أقدر استمر معكم إذا عجبكم طبعا هذا الفيديو. خلونا نبلش. الدوري السوري عم ينطلق مثل ما شفنا، الهوية البصرية جديدة واسم جديد للدوري السوري، وهو دوري برايم للمحترفين على شاكلة دوري روشن السعودي. هو ما سمعنا وشفنا بأنه دوري أو الشركة الراعية برايم راح تروح لبعيد بالكرة السورية وتوصلها للعالمية. اليوم عم نشوف بقناة نقل على مستوى عالي، معلقين على مستوى عالي، استديوهات على مستوى عالي، فالأمور باينته رايحة لقدام ورايحة للخير. واختاروا الهوية البصرية هو العقاب. لنروح نبلش بقائمة منتخب سوريا تحت 23 عام اللي اختارها الكابتن جهاد الحسين للمشاركة بمعسكر قطر قبل انطلاقة البطولة الآسيوية. اليوم الأسامي اللي اختارها الكابتن جهاد الحسين هن مكسيم صراف بحراسة المرمى، مضر الخطيب، عمر السويدان، خالد الحجي، مهند فاضل، أيهم كرنب. بدنا نرجع للحراسة. أنا بتمنى عمر السويدان يشارك كأساسي بالبطولة الآسيوية طبعا. أنس دهان، حسن دهان، محمود مهنا، محمود العمر، محمد المصطفى، محمود نايف، عبد الله زكريط، محمود الأسود، أحمد كالو، محمد سراقبي، محمد تدمري، مصطفى حمو، عبد الرحمن العرجي، أسامة جيرودة، أحمد فقه، هوزان عثمان، ألان عبدي، جان مصطفى، همام محمود، ومالك جنعير. أهم الأسامي اللي شفتها أكيد هن أكثر من اسم، لكن هوزان عثمان رجع بعد ما كان محارب من الاتحاد القديم، وبتعرفوا شو القصص اللي صارت. وفي موضوع صغير، جان مصطفى ممكن ما شارك بالبطولة الآسيوية لأنه فريقه عم يرفض مشاركته مع المنتخب. عم يصر جان لحتى يخلي نادي يعني لحتى نادي وافق بانه يشارك بالبطوله، بس ما يخليه يشارك بالمعسكر اللي راح يصير بقطر من 22 ل 30 شهر الحالي. لكن جهاد الحسين وعبد الرزاق الحسين عم يرفضوا هذا الشيء. جان يا بتشارك معنا بالمعسكر وبعدين بتشارك بالبطوله، او مالك مشاركه معنا. فاليوم الفريق اللي عم يلعب لإله جان مصطفى بالدرجة الثالثة وقاب قوسين أو أدنى راح يتأهل للدرجة الثانية، لهيك هني بحاجة جان مصطفى، فعم يرفضوا مشاركته مع المنتخب. عم يصعبوا عليه كتير لجان، فما بنعرف نحن صحة الأخبار، هل ممكن يشارك أو لا ما بنعرف. بس بالبطولة العربية كان لازم يشارك، واستدعاه خوسيلانا كمان فريقه منع مشاركته مع خوسيلانا بكأس العرب اللي صار بقطر. هاي كل الأخبار اللي حكيناها بالنسبة لمشاركة منتخبنا السوري تحت 23 سنة بكأس آسيا أو بالمعسكر اللي حصير بقطر. اليوم ما عاد في مباريات ودية، يعني ما بدنا نحكي نسترضي ونعمل وندفع وما نقدر ندفع لحتى نلعب مع فريق كبير آسيوي ونقدر نحتك معه. اليوم صار عندك دوري آسيا، يعني امورك بخير. اليوم تصنيفك 12، الفيفا مصنفك اسيويا، راح تلعب مع فرق مقدمة اسيا، يعني راح يصير في احتكاك قوي، خصوصا بالتوقف الدولي. بالتوقف الدولي ما عاد في له حجة حد يقول لك انا بعتذر ماني قدران اجي في عندي فريق. التوقف الدولي يعني كل اللاعبين راح يلتحقوا بالمنتخب وما في عذر نهائيا. راح نشوف مباريات قوية، مباريات جميلة، احتكاك جدا جيد بهاي دوري آسيا على شاكل دوري أوروبا. راح يكون للفرق العربية كتير مهم وللفرق الآسيوية، خصوصا للمنتخبنا وللكرة السورية. فلازم نجهز الأمور ولازم نعد العدة لدوري آسيا، لأنه راح تكون كمان بطولة ممتعة خلال التوقف الدولي يلي راح يصيروا. على فكرة راح تصير كمان دوري الإفريقية. هذا كان كل شيء لليوم عن الأخبار الكرة السورية. ادعمونا حتى نقدر نحكي عن الدوري السوري، وأقدر أعمل حلقات كل مرحلة بمرحلتها بالدوري السوري فضلا طبعا وليس أمرا. إذا عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.